عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني، بقالي كتير ما شفتكوش ولا سمعت صوتكم كده ولا انت سمعت صوتي. انا نزلتكم كده في فيديو جميل تستعجبوا على قدرة رب العالمين. فيديو هيعجبكم اوي. عبارة عن ايه بقى؟ عندي فرخة، سبحان الله وسبحان العبد. عندي فرخة، سقف البيت نازل لها كله على قيمة ولادي وأحبابي وإخواتي. زي سقف البدن كده ما بينزل للست. هو نزل وأنا ولا هين عليا أذبحها ولا هين عليا أعمل فيها أي حاجة، وسايباها كده من عند ربنا، ولا وديتها للدكتور ولا أي حاجة. ليه؟ عشان خاطر هي بتبيضلي، وهي أحسن أكتر واحدة بتبيضلي في الفراخ كلها. هوريكم حكمة رب العالمين. كارما بتقول لكم ازيكم عاملين ايه؟ قولوا لهم ازيكم عاملين ايه؟ قولوا لهم صباح الخير. انا اللي قاعدة مع تيتا. قولوا لهم انا اللي قاعدة مع تيتا، كلهم في المدارس. كلهم في المدارس وانا قاعدة مع تيتا. شفتوا بقى؟ عايزة اقول لكم اللي انا مستمتعة بيها، وبطلع اقعد معاهم اهو على السطح. وبصوا السطح بتاعي لسه وسخ كده عشان النطرة بقى. ربنا هو رزق بتاع ربنا النطرة دي. وانا حاطاهم. بصوا كمان الطير والطفل، بسم الله ما شاء الله عليهم. بيبقى الطفل عارف امه من 40 يوم. الفراخ عارفة مكانها اللي في الأوضة التانية. أنا نقلت الحمام زي ما قلت لكم في الأوضة الأولانية، نقلته في المطبخ. أهي الفرخة هي وريها لكم. أهي الفرخة أنا هوريها لكم أهي، بتطلع لي وبتقعد معايا. ماشي، هطلعها واوريكم. بص الديك اللي عندي، اللي هو ايه، ديك البرابر زي ما بيقولوا، هو ده بس اللي عندي، عشان بقية الديوك انا ذبحتهم. وطلعت اخد البيض، ماشي. وهوريكم الفرخة اللي هي قدرة قادر. بص دي عايزة تبيض في قلب المكتب، مش هلعب عليها تبيض جوه، عايزة تبيض في قلب المكتب. سايباها اهي تبيض في قلب المكتب هنا. وبصوا بقى الدنيا عاملة ازاي هنا اهي. وهوريكم بقى الفرخة اللي بقول لكم عليها. استني بس لما تيجي المنشة. تعالي هنا يا كارل، هوريكم اهو. بصوا، هوريكم الفرخة اللي بقول لكم عليها. انا فطرتهم وحطيت لهم الاكل اهو. هطلعهم اهو. انا لسه عندي بط، ماشي، بط كبير. انا عايزه اوريكم بقى الفرخه، بس هي فرخه بس اهي، ماشي. هوريها لكم اهي. بصوا بتمشي ازاي اهي. بصوا بتمشي ازاي. بصوا قدرة ربنا. بصوا اهي. بصوا عاملة ازاي. بصوا يا عيني عاملة ازاي. بصوا يا عيني عاملة ازاي اهي. هوريها لكم برضه اهي. بصوا بتعمل ازاي. بصوا ماشية عاملة ازاي. ولا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله محمد رسول الله. أبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بص واقفة برجلها الاتنين. واقفة بيها وهي زي ما هي كده والله، وبتبضلي والله، وشها أحمر وجميلة. بس هي يا عيني خلقة من عند ربنا، خلقة اللي هو موضوع عايزة أقول لحبايبي وإخواتي الكبار والصغيرين الشباب اللي هم ولادي، لو حاجة عندها زي كده، ما تذبحهاش، تخليها كده جميلة. هي فين؟ هي في العش. انا كنت حاطه الحمام هنا اهي. كنت حاطه الحمام هنا، ماشي. حطاهم هما بقى. بصوا بتمشي ازاي. انا بوريكم قدرة ربنا عشان تشوفوا. بصوا انا حاطه كلفة ليهم. بصوا اهي الكلفة اهي، ذرة وفول، ماشي، وذرة عويجة وبسلة ناشفة. حاجات زي دي جميلة حلوة، برضه بتحمي البيض وكويسة مفيدة للأكل اهي. شايفين
واديني بحط لهم برضو الاكل ده. انتوا فاكرين بقى انا كنت بعمل لهم اكله جميله دسمه شويه، مستنيه لما الارض تنشف ان شاء الله وانضف واعمل بقى واشتغل بالفاس زي ما بعمل. كنت الاول بجيب رده وتشيشه وعلف ودرع وبتاع ده وقشر فول، وكنت بقلبه كله مع بعضه واحطه، وانتوا كنتوا بتشوفوني. واهم شيء العلف الاول، وبعد كده بحط الاكل بقى بتاعهم كله. اول حاجه لما بجيبهم ما بديش الا علف، بعد ما بيكبروا وريشهم بيطلع بامر الله، بارك وسلم على سيدنا محمد، احط بقى الخلطه اللي كنت بعملها قدامكم. وبحط بقى حبه البركه واللبان الدكر والبتاعه دي اسمها ايه يا ربي، الكزبره الناشفه والورق اللولو وحاجات كتير قوي كنت بحطها، اعشاب كتير وحلبه، وكنت بحط ليمون. انت كنت بتشوفي الليمون لا اما احصره لا اما اقطعه واحطه برده معاهم في قلب البسه دي، واحط لهم بشوف الديك بتاعي ده، هو ده اللي هو ديك البرامي. عشان انا لسه ايه هوريكم برده ان شاء الله لما يكبر البط كده هبقى اوريهولكم واخليكم تشوفوه كده وتشوفوا ايه. انتوا عارفين طبعا تربيه الحمد لله، التربيه دي على فكره نفس، والله نفس زي الاكل، وفلانه بتعمل اكل زي الفل، هو من عند ربنا، مش مصنعه الموضوع. انا الحمد لله نفسي في التربيه الحمد لله، بدليل ما ربنا هداني بالفرخه دي. الفرخه دي هديه، زي ما يكون عندك يعني معلش التشبيه، زي ما تقولي كده عندك واحد وتعبان بتتمني له ايه؟ الشفاء من عند ربنا، وتبقى رزق بيجي من عند الله بسببه. هو برضو رزق بيجيني البيت، والله البيض اهو. انا بص الرزق بتاع ربنا، البيض جميل اهو، اهو البيض اهو، بصوا البيض، بصوا. بنزل بقى اغسله واشيله في التلاجة اهو، بصوا الطين، عشان الارض لسه ايه عايزه تتكنس بسبب النطر وكده، يعني دي لسه الفرخه بيضاء اهي دي اهي. ده كنز، ده كنز من عند ربنا والله، ونعمه ربنا كبيره. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، كنز والله. معنى ما يجيلي كان اول ما بطلع بلاقي البيت ابارك واسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الله رزق ربنا بعتهولي، لو حتى معيش فلوس هعمل بطين هناكل، هنمشي الدنيا. فعشان كده برضه عايزه اقول لكم استحملوا الجو، واستحملوا الغلا، واستحملوا ويهون علينا ربنا ويسهل ان شاء الله. ومش ما تحطوش في دماغكم حاجه، حطوا بقى في دماغكم حبه تربيه، حبه واحده تروح تجيب حبه فراخ وتربيها، حبه بط وتربيها، حبه ارانب، حبه حمام، حاجات زي كده بتشغل الواحده شويه. ورزق عند ربنا، رزق موجود في عند الله، وده احنا ده نعمه الحمد لله، نعمه من نعم ربنا والله. بصوا الفرخه عايزه تبيض قاعده فين؟ في المكتب، يعني انا طلعتهم من الاوضه عشان الشمس، هي عايزه تبيض في المكتب. وبصوا هما من نصيحتهم واقفين جنب الاوضه اللي انا بقى كنت موريها لكم. انا دخلت الحمام، قلت لكم اكتبوا لي التعليق، ادخل الحمام في المطبخ زي ما كان ولا اسيبه في الاوضه؟ محدش علق، فانا حطيته بقى. فانا عايزاكم كده تدعموني كده شويه، انا معاكم من مده جامده قوي وبوريكم تربيتي وبوريكم حاجاتي، فعايزاكم تدعموني كده يعني وتشاهدوا كده معايا في القناه، وتنوروا كده قلبي بالايمان، وربنا يصلح حالكم وحالنا وحال الجميع يا رب. انا يعني مش بطلب منكم حاجه جامده، انا بطلبكم ان انتوا تدعموني، مش عايزه حاجه اكتر من كده. وفي اي سؤال عايزين زي ما قلت لكم انا كاتبه الرقم بتاعي على القناه، اي حد عايز يسالني على سؤال انا عينيا. على فكره الفراخ دي بقت عتاقي خلاص، يعني كبرت بقت كبيره، مش هتغيب في السوا، بس حلوه طعمها يبقى حلو. يعني انا بجيب بقى الصغير واذبح الكبير ده، لا اما رقده مثلا للبيض وتطلع فراخ صغننه كده. طبعا انتوا عارفين المعلومه دي. وزي ما انت شايفه ده بيعمل معايا ايه، بيخاف مني لما بمسك المقشه. لسه انا ماسكه له مقشه والله اهو، اهي ماسكه له مقشه، عشان ساعه ما بيجي اجيب فرخه ولا حاجه يهج عليا، بخاف منه.
لسه ما بضتش، حيرانه وعايزه تبيض، حيرانه وعايزه تبيض. شفتوا الفرخه بقى؟ شفتوا زي ما انا بقول لكم اهو. ادعوا لها بقى بالشفاء، ادعوا لها بالشفاء. ربنا يشفيها. عشان ايه؟ انا مش عارفه ايه اللي فيها ده والله. والله عايزه امسكها، انا همسكها، احاول امسكها واوريها لكم، احاول امسكها واوريها لكم. اهي عايزه امسكها، همسكها لكم واوريها لكم، هوريكم عشان ما تقولوش ان انا بقول كده وبس. لا انا بقول لكم انا نازله فيديو حلو هيفيد الناس. ويفيد الناس اللي بتربي. اوكي هقع، هقع يا بنتي الايه، هي بتحمى فيه هو. انا مش هعمل عليها دوخه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. والله ان شاء الله لاجيبك، ان شاء الله لاجيبك. ايوه بس دخلتي مامي بس انا قلت انا هجيبك. امشي بعيد. بصوا الله اكبر، والله ما بقولكوش كمان. بصوا بصوا حكمة رب العالمين، بصوا الحكمة، بصوا الحكمة، بصوا. اكتبوا لي في التعليق برضو ايه اللي انا اعمله. اهو اهي وبتبيض، وبتبيض وهي بصوا زي الفل اهي. بصوا بصوا يا عيني، بصوا قد ايه، بصوا معنى حمامها ومعنى ما بتبيض. بس ده كله ايه؟ الله اعلم. بصوا بوريكوا قدرة ربنا، قدرة ربنا حتى في الطير، حتى في الطير وبتاكل. بصوا الحصانة بتاعتها اهي بتاكل. بس بصوا ده اهو اهو اهو. صباحها اتعور مني دلوقتي، انا زعلانة على صباحها ده اهي. بصوا مش انا عليا اذبحها، استنى اجيب لها منديل. مش انا عليا اذبحها. شوفي شوفي بيعمل ايه، بصوا بيعمل ايه عشانها، عمال يصوت عشانها. بصوا انا بيصعب عليا كتير قوي 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 قوي. انا بحب كتير. بصوا صباحها، صباحها اتعور. بصوا يا عيني، بصوا بصوا يا ولدان، بصوا يا حول الله يا رب اهي. بصوا بتنزل تمشي ازاي، بصوا 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 بصوا. وفيها اللي فيها ده يا عيني، زي البني ادم التعبان بيستحمل، زي البني ادم التعبان بيستحمل. بس خلاص سبتها لك اهي يا عيني. شفتوا يا حبايبي، شفتوا يا حبايبي، انا ما بقولكوش كلام كده والله. صعبانه عليا، انا كل يوم بطلع لهم وابص عليها وصعبانه عليا الفرخه دي بالذات. الفراخ كلها زي الفل الا دي عيب خلقي مش عارفين هو ايه، اللي هو من تحت كده كل سقف البدن بتاعها نازل وتقيل وجامد وناشف. يعني سبحان من يعني من سبحان من صبرها وسبحان ما شايله ده. ده الواحد لو عنده حته دم في ايده بيتعب ويبقى مربي مده على قيمة ولادي واخواتي. الواحد بيبقى مش ساتقله. امال ايش حال دي اللي عايشه كده يا ولدان وهي صغيره؟ لقيناها كده وطلعت كده من عند ربنا. يعني الفراخ كلها الله اكبر اهي. فانا حبيت اوريكم الفيديو ده عشان الناس تتعظ ماشي وتاخد بالها من حكمة ربنا علينا ومن عطف ربنا علينا. وربنا يصلح من شأننا ومن شأنكم بحق جه النبي، ويرزقكم ويرزقنا ويفرجها عليكم. وعايزاكم اي حد يعلق لي على حاجه يكتب لي في التعليقات. ويعني عايزاكم ايه يعني الفيديو ده ان شاء الله يمكن ربنا يصلح من شأنه ان شاء الله ويجيب مشاهيد حلوه بأمر الله، بأمر الله ماشي يا حبايب قلبي. لو انتوا شايفين صرفة للفرخة دي بيقولوا لي، اكتبوا لي كده في التعليقات. واديها بتبيض
واديكوا شايفين البيض غالي، الحمد لله عندنا رزق الحمد لله. عيل بيحتاج واحد، عيل من العيال ما عندك بيض يا ماما؟ اه يا حبيبي عند العيال عايزين بيضتين يا تيتا. حاضر يا حبايبي. في ده خير من عند ربنا، اللي انا بطعم وبطعم وربنا بيرزقني. بس يا كارما قولي لهم بس انت بتحبي تاكلي ايه؟ مش البيض؟ قولي لهم انا بحب اكل البيض. قولي تحبي تاكل البيض. دي كارما دي اللي مجوراني عشان هم كلهم في المدارس، وهم هي دي اللي قاعده معايا. قالوا لهم اعملوا لايك واشتراك، اعملوا لايك واشتراك لتيتا. لمين؟ انت بتحبي ماما ولا بتحبي تيتا؟ تحبي تيتا. تحبي تيتا قد ايه؟ قد البحر. شفتوا الجمال والحلاوه؟ شفتوا العسل ده؟ شفتوا بقى بتقول ايه؟ قد البحر. بتحبني. مين بيجيب لك مصاصه؟ انا. ايوه كده جدعه. هتنسى. شوفوا متعوره اهي زي الفرخه. كارما متعوره اهي. اهي اتعورت في الشارع. بتقول لكم اهي، شوفوا تحكي لكم قصتها. وانت بتلعبي في الشارع صح؟ انت بتحبي تلعبي في الشارع صح؟ قولوا لهم اعملوا لايك واشتياق ولايك. شوفوا ايه يا بنص لسان. اعملوا لايك. ان شاء الله انتوا هتعملوا لايك واشتراك عشان كارما وعشان الفرخه دي. ادعوا لها بقى، ادعوا لها يا حبايب قلبي، واسيبكم على خير. ربنا يصلح من شأنكم. ما تنسونيش في التعليق وفي اللايك وفي الاشتراك، وربنا معاكم ومعانا، ومش هغيب عليكم تاني ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا كنت تعبانه شويه. ادعوا كده ربنا يشفي كل مريض ويشفيني ويشفي الفرخه بتاعتي. يا رب يشفي الفرخه بتاعتي يا رب. ماشي. وانا يعني ان شاء الله تشوفوني تاني وتاني. مع السلامه. السلام. قول لهم باي. باي.